ابو حبل، والان وطني خبر، واقسم بالله على هذا دخل الى نصف المعاني يذبح الجرحى. سيدتي هذا النظام بات على وشك الانهيار وهو يستنزف، ونحن ندعو العرب جميعا الى الاتحاد طيب في وجه ابو مراد منذ يومين بدأت هذه الاشتباكات في داخل دمشق، بدأت بحي الميدان بأحياء عدة، ولكنها توسعت، طالت مثلا أحياء جديدة كحي بغداد وساحة السبع بحرات. هل لك أن تزودنا بمعلومات عن حي بغداد والسبع بحرات؟ نعم سيدتي، عندما وجدونا اخواننا اننا محاصرون في حي الميدان ذهبوا ليخففوا عنا، ذهبوا الى السبع بحرات، ذهبوا الى شارع بغداد، حتى في حي التضامن، في المخيمات، في شارع 30. سيدتي اتحدنا والحمد لله، ولكن الحكام نطلب العرب ان يتوحدوا في كلمه في وجه هذا الظالم. نعم سيدتي، الحمد لله الجيش الحر كله متكاتف، الحمد لله قررنا ان نذهب الى العاصمه. شكرا لك. نعم نموت يحيى غيرنا في كرامه. شكرا جزيلا. من حي الميدان في دمشق الناشط السياسي ابو مراد. وينضم الينا من تلبيسه في حمص العقيد عبد السلام المرعي الضابط في